الذكاء الاصطناعي دخل تقريبا في كل المجالات، ولكن أشهر المجالات اللي اتأثرت بالذكاء الاصطناعي ده هو مجال التصميم. شفنا بقى مواقع كتير في الذكاء الاصطناعي زي ميد جورني ومواقع تانية شبهه كتير، أو حتى أدوبي فايرفلاي. ولكن أدوبي دلوقتي بتغير اللعبة تماما لصالحها، نزلت نسخة تجريبية جديدة من الفوتوشوب، ونزلت فيها حاجة جديدة كده بالذكاء الاصطناعي اسمها الجنريتيف فيل. ايه هو الجنريتيف فيل وايه هي الادوات اللي نزلتها ادوبي في الفوتوشوب بالذكاء الاصطناعي؟ يلا بينا نشوفها مع بعض. طيب في البداية كده احنا عندنا صورة زي اللي قدامنا دي. الصورة دي بالمناسبة لصديقي بولا من احسن مصورين البورتريه في مصر. معلش بقى يا بولا استخدمنا الصورة من غير ما نقولك، ولكن يلا الدنيا بينا واحد. طيب الصورة دي زي ما انتوا شايفين كده صورة عادية مفيهاش اي تفاصيل. طيب احنا عايزين نعمل في الصورة دي شوية حاجات. هنعمل ايه؟ هنيجي كده مع بعض وهنروح عاملين اكستنشن، هنزود الصورة دي كده شوية وليكن بالحجم ده. تمام. طيب احنا الاول لما كنا بنيجي نزودها كنا بنعمل ايه؟ كنا بنروح عاملين كده وكونتنت اوير، بعدين نروح ضاغطين رايت، كان بتظهر قدامنا بالمنظر ده. النتيجة مش زي ما انت متوقع، او مش بالشكل او بالفينشنج اللي انت متوقعه، ولكن تعالوا بقى نشوف بالذكاء الاصطناعي الصورة دي هتطلع معانا ازاي. احنا هنيجي هنا هنشيل المارك من على كونتنت اوير علشان بس ما تنزلش معانا حاجة جديدة، وجينا هنا خلاص. اوكي، هنيجي هنا على اي اداة من ادوات السلكشن تول وهنروح عاملين كده، وهناخد جزء صغير كده من الصورة علشان يبدأ الذكاء الاصطناعي يترجم انا عايز اعمل ايه. خلاص، بمجرد ما انا خدت الجزء ده راح ظاهر لي كده قائمة تحت اللي هي خاصة بالجنريتيف فيل. اول ما اضغط هنا انا مش هعمل حاجة، هروح قايل له جنريت. انا دلوقتي مش عايز اضيف لسه اي حاجة غير ان انا عايز ازود الاكستنشن بتاع الصورة. طيب زي ما احنا شايفين هو بيعمل انالايزنج او بيعمل تحليل للصورة علشان يقدر يشوف احسن ريزلت هيوصل ليها ايه. فهو دلوقتي خلاص تقريبا قرب يخلص اهو، وهنشوف النتيجة اللي هتظهر معانا دلوقتي. طيب زي ما انتوا شايفين دي النتيجة اللي ظهرت معانا، طبعا احسن من النتائج اللي كنا بنعملها قبل كده بكتير. قبل كده لما كنا بنعمل كونتنت اوير كنت تدخل بقى بعد كده تعمل هيلينج وحاجات كتير شوية، ولكن انت هنا ممكن تعمل هيلينج لحاجات بسيطة او ممكن حتى ما تعملش. النتيجة انا شايفها لحد دلوقتي كويسة جدا. طيب هو ده بس كده اللي اقدر اعمله؟ لا، تعالوا هنجرب حاجة كمان كده. هنيجي مثلا هنا وهنختار اللاسو تول، او خلينا نختار برضو المارك تول كده، وهنروح عاملين كده. تمام، وهنيجي هنا هنقول له هنديله بقى هنا اوردر، هنقول له مثلا عايز جرافيتي ارت، او حتى لو كتبنا كلمة جرافيتي بس برضه هو هيطلعها لنا. خلينا نشوف النتيجة اللي هو هيعملها هتظهر معانا هيبقى شكلها ازاي. خليني بس اقول لك ان الموضوع فعلا اتغير تماما. الفكرة ان الادوبي هنا مش بتلغي المصممين، بالعكس هي بتساعدهم وبتسهل عليهم حاجات كتير. طيب دي النتيجة اللي طلعت لي. هو مش بس بيطلع لي نتيجة واحدة، لا
هو بيطلع لي 3 نتائج، وكمان ال3 نتائج دول لو ما عجبونيش انا اقدر اجنريت نتائج تانية. طيب تعالوا كده اما نشوف النتائج اللي طلعها لنا. دي واحدة يعني مش افضل حاجة، دي واحدة تانية شايف ان هي احسن شوية، دي برضو واحدة تالتة. طيب دي نتيجة طلعت معانا. طيب ما تيجي نجرب واحدة كمان، هنعمل مثلا كمان مرة جنريت، هيبدأ بقى يديني اشكال مختلفة، كل مرة هعمل له فيها جنريت كل مرة هيديني شكل مختلف. دي النتيجة اللي بتظهر لي. هنيجي بقى مثلا انا عايز اظبط النتيجة شوية افضل من كده. طيب هاجي هعمل ايه؟ ممكن هاجي يا اما هشوف البلندنج البلندنج مود بتاعت الصورة او البلندنج اوبشن، واختار منها المناسب ليا علشان الصورة برضو تطلع بشكل الى حد ما مقبول او بشكل واقعي. طيب ممكن برضو كمان اجي هروح داخل في اللاير ستايل وابدأ اشوف ايه افضل نتيجة اقدر اوصل لها لحد ما الصورة تطلع معايا بالشكل المقبول او الشكل اللي انا مرتاح ليه. خلي بالكم برضو ان الموضوع ده تجريبي، يعني هي ادوبي عاملاه علشان الديزاينرز يجربوا الموضوع ماشي ازاي. ولكن بعد كده طبعا في كل يوم تطور، وكل يوم بيحصل حاجة جديدة وتجارب جديدة علشان الوضع يبقى اقوى. ولكن هل تفتكروا ان ده هيلغي الديزاينرز خالص او هيقلل فرصهم؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الايام اللي جاية قدام. طيب خلينا نشوف صورة تانية. عندنا مثلا صورة زي دي، هنيجي هنا باللاسو تول وهنروح عاملين كده، هتحدد مكان وهتكتب مثلا هنا، هتيجي على الجنريتيف فيل وهتروح كاتب كده مثلا كلمة بير، هتروح ضغط له انتر. اهم حاجة وانت بتعمل جنريتيف فيل او وانت بتعمل سيلكشن تكون عارف انت بتسلكت فين والحجم اللي انت بتختاره قد ايه. يعني مثلا لازم تخلي الموضوع عندك فيه تخيل الاول علشان على اساسها يبدأ يحط لك الشكل. مش هبقى مثلا بعمل تخيل لصورة عربية وانا حاططها في حجم صغير قوي مثلا في الصورة او في الديزاين بتاعي. طيب هو كده خلص وعمل لي 3 حاجات الى حد ما ممكن يكونوا مقبولين، ولكن خلينا نجرب حاجة تانية. هنكتب له مثلا هنا وولف ونعمل له جنريت، نشوف نتائج تانية غير اللي هو عملها لنا دي. برضو اختار لي نتائج تانية الى حد ما كويسة. الفكرة بقى مش في كده، يعني الحلو في الموضوع او الخطير في الموضوع ان هو مش بس مجرد ان هو بيختار لك صورة ويحطها، لا ده هو كمان بيعمل ماتشنج للاضاءة وبيعمل ماتشنج للالوان. فالموضوع هنا لا، الموضوع اتحول لحتة تانية، بدأ يدخل في منحنى بقى اللي زي ما احنا بنقول. يمكن الاول كان الموضوع لعب شوية في حتة الميد جورني والناس بتعمل صور لذيذة والكلام ده، ولكن لا، الموضوع دلوقتي بدأ يدخل في الجد، بدأ هيكرييت حاجات جديدة، هتشوف حاجات مختلفة تماما. طيب خلينا كمان نشوف حاجة. هنيجي مثلا برضو على الصورة بتاعت بولا دي وهاجي كده هروح اعمل شوية اكستند لتحت بالمنظر ده، وهاجي هنا على السلكت هروح مثلا عامل كده وهاجي على جنريتيف فيل وهقول له جنريت من غير ما اديله اي كلمات او اي حاجة، وهيبدأ هو يتخيل الصورة الجزء التاني بتاعها فيه ايه او المناسب ليها ايه.
بص يا بولا، انا البسك بنطلون حاجه في قمه الشياكه. هو مش زي ما احنا قلنا، هو مش بيدينا بس اوبشن واحد، هو بيديني 3 اوبشن، وبعد كده انا بقدر اختار اللي انا محتاجه. شوف، هو بيحاول يوصل لك افضل شكل او اكتر حاجه مناسبه مع الصوره اللي انت اخترتها او الاوردر اللي انت اديتهوله. تمام. قيس بقى على كده حاجات كتير في الديزاينز، تغير بقى سما، تغير تزود اشخاص، تشيل اشخاص، الكلام ده كله بتقدر تعمله دلوقتي بكل بساطه بضغط الزرار. زي ما احنا بنقول، كنا اتكلمنا في حلقه قبل كده عن الذكاء الاصطناعي، هسيب لكم اللينك بتاعها في الاي هنا او هنا، ممكن انتوا تشوفوه بنفسكم. شوف الحلقه دي لو انت عايز تعرف اكتر عن الذكاء الاصطناعي وايه اللي بيعمله، وهل الذكاء الاصطناعي هيهدد الجنس البشري في الشغل بتاعه والكلام ده كله. هنشوف قدام، ولكن اللي محدش يقدر ينكره ان الذكاء الاصطناعي داخل بقوة رهيبة، وفي تطور غريب جدا، وتطور احنا نفسنا مش لاحقين نواكبه. فعلشان تقدر تواكب التطور ده، اتعلم ادوات الذكاء الاصطناعي. مش بقولك ما تتعلمش ديزاين والكلام ده، لا، اتعلم ديزاين، لان الديزاينر مهما كان هيفضل ديزاينر. اللي بيفرق ديزاينر عن التاني مهما كان شاطر، السنس بتاعه او الحس بتاعه الابداعي في الشغل، هو ده اللي بيخلي الشخص يختار ديزاينر عن ديزاينر تاني. فعلشان كده زود جنب ان انت بتتعلم الديزاين، اتعلم كمان الذكاء الاصطناعي. الموضوع ده هيفرق معاك قوي. مستني رأيكم في الكومنتات، لو الذكاء الاصطناعي هيحل محلنا او لا، ايه الجديد فيه، هل جربت الذكاء الاصطناعي قبل كده في اي حاجه، سواء بقى ميد جيرني او ادوبي فايرفلاي، اي حاجه من دول. مستني اسمع منكم في الكومنتات. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل شير ولايك سبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. كنت معاكم احمد المسلمي، وتك الزرار. دمتم بخير.